كل الجمال ده من كيلو دي ونص كيلو بانيه بس. جوزي مش مصدق يا جماعه، بيقول لي لا احنا لازم بقى نفتح مشروع، بما ان انتي ست بيت كده شاطره. خلاص تعالي، ايه رايك نفتح يعني مشروع بيتزا، ما دام انت شاطره كده في البيتزا. وحتى بصوا شايفين الجمال يا جماعه، الجمال عدى الكلام زي ما بيقول كده. بس بصراحة أنا قلقانة من حاجة واحدة، يعني أنا خايفة إن أنا مثلا يعني أبدأ المشروع وما ينجحش. من ناحية إيه؟ أنا ضامنة إن شاء الله إن شاء الله إن أنا أعمل لكم أحلى البيتزات، بس مش عارفة يعني أسوق إزاي، أعمل إيه. طيب، اللي يعوز مثلا يكلمني هنا على الصفحة ويكتب لي كومنت مثلا وأنا أعمل له، ولا أعمل أصلا دايما الحاجة عندي وتبقى موجودة. بس خايفة أعمل الحاجة وتبقى موجودة وما يبقاش لسه فيه قابلية كده في الأول، فأنا مش عارفة أبدأ المشروع إزاي. لو اي حد فيكم عنده فكرة او خلفية اعمل ازاي المشروع، او يعني اسوقه ازاي، بمعنى اصح اسوقه ازاي. افتح صفحة، اصلا صفحة لوحدها الاكل مش هيبقى عليها متابعين خالص. فانا مش عارفة اعمل ايه بصراحة، يعني شوروا عليا كده وقولوا لي اروج ازاي الشغل بتاعي. وعلى فكرة انا مش هعمل بيتزات بس، يعني اي اكل بيتي حابينه في البيت انا ممكن اعمله لكم. عايزين بقى قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة ونقول الطريقة بالمقادير بكل حاجة كده، وازاي تطلع معاكي اسرار وتكات البيتزا، ازاي تطلع معاكي ناجحة وتكون طرية ولونها حلو كده. عايزين كلنا نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم في الكومنتات، وكلنا كده يعني يا ريت نشارك دايما كده الفيديو. لو الوصفة عجبتكم اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، بجد ببقى مبسوطة جدا جدا من رأيكم ليا، بجد بحبكم. انا قناتي مش هتكبر الا بيكم، انتم عيلتي الجميلة، بجد بجد بحبكم. هنجيب بولة وننزل كده فيها كيلو من الدقيق، معلقتين من لبن البودر، معلقة من الملح، كمان هنضيف كيس خميرة فورية. طبعا عشان ننشط الخميرة الفورية هنضيف لها معلقتين من السكر، وهنقلب كل المواد الجافة دي كده مع بعضها، وننزل كده بأربع معالق من الزيت. الكيلو الدقيق دايما بنضيف له 4 معالق من الزيت. ومعانا علبة زبادي. علبة الزبادي دي بتخلي العجينة معاكي طرية، البيضة بقى بتخلي العجينة بتاعتك هشة، وبتضاعف، عايزة اقول لكم بتضاعف حجم البيتزا. وهنبدأ نضيف المية تدريجي، اهم حاجة تكون المية بتاعتك دافية، ما تكونش سخنة. لو المية سخنة هتموتلك الخميرة، وبالتالي العجينة بتاعتك مش هتخمر معاكي ابدا. هنبدأ نلم العجينة ونعجن فيها لغاية ما تبقى ملمسها طري كده وجميل معايا وزي الفل. اعجن فيها 10 دقايق ربع ساعة. نجيب بولة ودهنة من الزيت وننزل فيها العجينة بتاعتنا، ونغطيها كده بالاسترتش وفوطة ونركنها كده على جنب. على بال ما تخمر نبدأ نعمل الصلصة ونعمل الحشوات بتاعتنا. هنجيب حلة على النار ونبدأ نضيف معلقتين من الزيت، وهنحط كمان معلقة توم مهروس، بس معلقة كبيرة كده عشان تخلي صلصة البيتزا حلوة جدا. وابدأ اشوح كده التوم بتاعي. عايزة اقولك ان صلصة البيتزا ممكن تعملها من اكتر من طريقة، يعني طرق كتير قوي. وهبدأ ان انا اضرب الطماطم بتاعتي واصفيها كده زي ما انتوا شايفين، وهضيف لها بقى معلقه من الملح وكمان معلقه من الفلفل الاسود. ولو حابه تكون سبايسي بحطي شويه كده من الشطه. ولو انتي بتحبي انك تحط لها زعتر حط لها زعتر، بس بصراحه احنا مش بنحب النكهه بتاعه الزعتر ابدا، يعني مش عارفه ليه. فهنقلب بقى التسبيكه كده او الصلصه بتاعه البيتزا ونسيبها بقى على نار هاديه خالص لغايه ما تتقل وتبقى بالقوام بتاعنا الجميل ده. تمام. في انواع كتير قوي لصلصه البيتزا، يعني ممكن تشوي خضار بتاعك، بصل طماطم فلفل، وتضربيه في الخلاط وتصفيهم كده وتحطيهم على البوتاجاز وتسيبيهم لغايه ما يتسبكوا خالص. في انواع كتير قوي. يلا بينا بقى نعمل شاورمه الفراخ بتاعتنا. بشوح كميه كده من البصل لغايه ما ياخدوا اللون الذهبي بتاعي، وابدا ان انا اجيب البانيه. طبعا بكون غسلاه ومصفيه كويس جدا ومقطعاه كده طرنشات صوابع كده بالطول. وبعد ما شوحنا البصل هبدأ بقى انزل كده القطع بتاعتي زي ما انتم شايفين التقطيع بتاعتها حلوة جدا. وهبدأ بقى اجيب بقى من البصل على الفراخ. تمام. وهقلب بقى كله مع بعضه. واكيد كلكم مستغربين ان انا حاطه كمية بصل كتير. انا بحب ان انا ازود في البصل في شاورمة الفراخ، شاورمة اللحمة مع الكبدة، لان عيالي اصلا ما بياكلوش يعني
الخضار، ما بياكلوش البصل كده ني جنب الاكل، لا ما بياكلوش الكلام ده خالص. فانا ما بصدق في الحاجات دي بزود لها بصل كتير عشان يستفيدوا منه. بعد ما شوحت هنزل عليه بقى بقطع من الفلفل، وهسيبه كده بقى على البوتاجاز لغايه ما تستوي. نرجع بقى نقطع القطع بتاعتنا. الكيلو هيطلعوا معايا 5 بيتزات زي ما انتوا شايفين كده. طلعتهم 5، واجيب الصواني بتاعتي ادهنها كده كلها بدهنة من الزيت، وهبدأ افرد بقى بيتزاية بيتزاية، وهوريكم سمك البيتزا بتاعتي بتكون عاملة ازاي. عايزة اقول لكم ان البيتزا مش بحبها ولا تخينة ولا رقيقة، يعني وسط. وبعد بقى ما بفردهم كده كلهم في الصواني، في الفترة دي كنت بسخن بقى الفرن بتاعي، وهبدأ ان انا ادخل كل بيتزتين او كل صينيتين مع بعض، وبعد كده القوارب الكبيرة واحدة في واحدة اللي هتدخل الفرن بجيب الشوكة وابدأ ان انا اشكشكها وادخلها الفرن تتشمع بس كده 5 دقايق وتخرج. وبعد كده ابدأ اضيف لها بقى كل الاضافات، وارجع ان انا ادخلها تاني. تدخل بقى مثلا حوالي 10 دقايق ربع ساعة، وبتطلع معايا لونها ذهبي من تحت، وكمان بيبقى لونها حلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين بفرد كل واحدة شوية كده بايديا، وبعد كده بالفرادة بتاعتي، اي نوع فرادة بقى انتي بتحبيها. هوريكي السمك كده عن قريب وهتشوفيه دلوقتي. سمكها يعني ولا تخين ولا رقيق. هوريكم دلوقتي السمك، شايفين؟ هو ده، ايوه كده. شوفوا بقى من عن قرب يعني باينه، عن بعيد انا وريتكم من بعيد ومن قريب. وابدا ان انا احطها بقى كده في الصينيه بتاعتي. مسكت بقى زي ما شايفين كده، مسكت الشوكة وابدأ ان انا اشوك كل بقى ايه 2 او 1 وادخلهم كده في الفرن، هيتشمعوا معايا ويخرجوا. وبعد كده نبدأ ان احنا نحط لهم بقى الايه الاضافات بتاعتنا كلها. اللي الصلصة طبعا عملتها وخلصت، والشاورما وبردهم وحطيتهم بقى ايه جنبي. دي بقى طرنشات من الطماطم وشايلة كده القلب بتاعها، ودي طرنشات فلفل، وده زيتون مخلي، ودي صلصة البيتزا زي ما انتوا شايفين كده، ودي شاورمة الفراخ. مين وصل معايا لغاية دلوقتي؟ واكتبوا لي كده في الكومنتات اي وصفة عملتها قبل كده عجبتكم، ويا ريت تفيدوني. لو انتوا عايزين يعني فيديو معين كده ان انا اصوره لكم وصفة معينة، اكتبوا لي كده في الكومنتات ويفيدوني. اوعوا تنسوا ازاي اسوق الشغل بتاعي، ان انا ازاي افتح شغل بيتي كده من قلب البيت من غير ما انزل من بيتي ولا اي حاجة. يا ريت تقفوا جنبي في الموضوع ده بجد، لاني بجد محتاجة ارائكم كلكم. طلعت بقى معايا البيتزا بعد ما اتشمعت، هتلاقوها علات كده يعني حاجة بسيطة. وبدأت ان انا اضيف لها الصلصة، بعد كده الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده ببدأ ان انا اضيف لها الفراخ بتاعتي، طرنشات الطماطم، طرنشات الفلفل، الزيتون، جبنة موتزاريلا تاني. فاهمين؟ عايزه اقول لكم بقى ان انا عندي ولادي هنا مختلفين في كل حاجه، يعني كل بنوته يعني ايه، بنتين بصراحه هم اللي مختلفين خالص. انا وجوزي وابني بناكل كل حاجه على البيتزا، لكن اذا كان بنتي الكبيره او بنتي الصغيره مختلفين. بنتي الصغيره تقول لي لا يا ماما انا مش عايزه غير صلصه الفراخ الجبنه الموتزاريلا فقط، مش عايزه اي حاجه تانية. بنتي بقى الكبيرة بعمل لها بحط لها كله، بس بنقض لها كده البصل من الفراخ. تقول لي انت مقطعه بصل كتير ليه؟ او لا يا بنتي عشان يبقى فيه فايدة، انتوا ما بتاكلوش خضار اصلا، وانتوا جسمكم وتعبانين وهبطانين. واللي تقول لي لا انقضي لي البصل منها، يعني كل واحد كده تلاقيه قاعد لي كده وانا بعمل له الصينية بتاعته. طرنشات الطماطم والفلفل، وعايزه اقول لكم احيانا بقطع طرنشات بصل كمان بحطه، بس انا قلت بما ان انا حاطه هنا يعني بصل كميه كبيره في الشاورما، فخلاص بقى. دي كانت بتاعت فوفو، هي كانت عايزاها كده، شلنا لها منها الايه البصل. بصوا كنت واحده اخرمها كده وادخلها على بال ما ما اظبط التانية. شايفين شايله منها البصل خالص اهو، يا دوبك كده على قد الشاورما. بنتي بقى الكبيره قالت لي زودي لي صلصه كتير يا ماما. حاضر. انقضي البصل منها يا ماما. حاضر. هعمل ايه بس،
بحاول ان انا اقنعهم والله كتير قوي ان البصل مفيد والخضار، ولا بيرضوا ياكلوا جرجير ولا بيرضوا ياكلوا بصل كده جنب الاكل. البسله بعملها برضو ما بياكلوهاش، تعبت كتير. الملوخيه لا، الباميه يعني فين وفين، يعني القلقاس برضو يعني فين وفين، هم عايزين ياكلوا بطاطس بس. هنا بقى كانت طلعت البيتزا زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا اقطعها، شايفين بتنزل معايا بمنتهى السهوله، وبقدم بقى معاها كاتشب ومايونيز. عايزه اقول لكم ان الجبنه زي ما انت حابه تحطي حطي، عايزه تحطي اكتر من كده في الجبنه الموتزاريلا بتاعتك حطي، كل واحد على قد امكانياته. انا خير الامور الوسط، فيعني انا بقول حلو قوي. دولت انا حاطه لهم كيلو الا ربع من الجبنه الموتزاريلا. انت حابه انك تحطي على الخمس بيتزات تحطي كيلو، تحطي اكتر براحتك. حابه انك تحطي نص كيلو جبنه موتزاريلا على بيتزا واحده برضو براحتك. ده يرجع لك انت. احنا بنحاول ان احنا نقتصد ونوفر ونقول خير الامور الوسط. وعملت لهم بيتزا، واحسن ما كنت خرجنا بره واكلناها بره. شوفوا البيتزا دلوقتي بكام. وبحبكم بجد من القلب، اقول لكم باي باي، مع السلامه.